تعالى اقول لك على سر. لا سر ايه؟ كل واحده تطلع تعمل لي فيديو على الاكل تقول لي سر. سر ايه يا ابو سر ولا يا ابو سر انت؟ هو في اسرار في الاكل؟ الاكل من ايام جدي وجدتي وستي وستتي وستتك. هو لو سر اصلا كان وصل لي ولا وصل لك؟ تعالي وانا اقول لك بقى ايه السر وايه الزيتونه فيها. تعالي كده قال لي اعملي بصلتين كبار كده، قطعيهم صغير وقلبيهم معاهم فصين ثوم. الاول هتحطي ايه؟ هنحطي زيت. وتعالي هاتي بقى علبه الصلصه بتاعتك، ننزل الايه، نسخنها كده في البصله عشان نطير منها المواد الحافظه والحاجات كده على الساخن. تسخن معايا وتطلع، هروح مديها معلقتين خل. لحد دلوقتي مش هقول انا هعمل ايه، خليها مفاجأة بقى عشان ايه، اقعدك شوية كده للفيديو. يعني قال يعني انت مش هتقدري تكري وتعرفي، بس اهو. يلا بينا يلا بينا. حطيتي معلقتين الخل، سميتي الله وصليتي على سيدنا رسول الله في الاول. تمام. انا هنا حطيت بقى شويه الصلصه وشطفت البرطمان كده، حطيت فيه شويه ميه وكملت عليه. احط عليه يعني قيمه كوبايه كبيره شوربه لحمه، شوربه فراخ دسمه. تمام. حطيت هنا بقى كل البصل اللي معايا، بشرت بصلايه تاني صغيره او قطعتها صغير وحطيتها نية على التسبيكه اللي انا هعملها. طيب هحط ايه تاني؟ عندي نص كيلو طماطم، يا اما تعصريه في الخلاط، يا اما انا هنا كان الطماطم عندي في الفريزر مخزناها ايام ما كانت الطماطم رخيصه شويه، ببلاش الا ربع. دلوقتي لا، ما تخزنيش، ما انصحكيش. طيب تعالي شوفي التركه المهمه بقى. انا هنا كنت مفرزاها وقشرت الطماطم وحطيتها. ده بن محوج. تمام. هحط عليه نص معلقه صغيره. لو انا هتعملي ايه يا حنون؟ هعمل محشي ورق عنب او ايه، اي تسبيكه محشي، خديها قاعده. حطي عليه نص معلقه صغيره لو هتعملي كيلو رز. ماشي، نص معلقه صغيره. انا هنا هعمل 2 كيلو رز فهحط حوالي معلقه صغيره بن محوج. تمام كده. دي التركه، السر اللي بيقولوا عليه سر. هتحطيه على تسبيكه المحشي، هينقلك طعم تسبيكه المحشي في حته تانية خالص، حته تاسعه. تمام. حطي بقى بهاراتك يا ست الكل، وما تنسيش نص معلقه صغيره سكر، ودي مهمه جدا عشان الحموضه بقى والحاجات وبقى حيقي. بصل بصل ايه، فلفل، ملح وفلفل وكمون عشان الانتفاخات والغازات، ورشه بسيطه من النعناع. احطي بقى توابل المحشي، حطي الحاجات اللي انتي بتحطيها على المحشي، مش هربطك بايه توابل معينه ولا حاجات معينه. حطي توابل المحشي من عند العطار لو حباها، مش حباها ملح وفلفل وكمون ورشه النعناع. تمام كده. تمام. طيب انا هنا قطعت نص كيلو الطماطم بعد ما كنت مفرزه، قشرته وقطعته تقطيعات صغيره وحطيته على الصلصه. ما عملتش اكتر من كده. هنا قرنين فلفل سبايسي لو حابه، اختيار مش اجباري. تمام كده. سبكيهم معايا. انا هنا كنت مفرزه الخضر. تمام. اتسبكت معايا والزيت طلع على الوش. حطيت حوالي يعني حزمة شبت وحزمة بقدونس وحزمة كزبرة. هسيبها تفك كده. انا حيقت وحطيت الحياء بتاعي على قد الرز اللي انا هحشي بيه. تمام يا ست الكل. تمام. هروح بقى سايباها تسخن، تبقبق كده وتفك الخضرة، وهنزل بالرز وهو على النار. وهو على النار عالية النار عليه. مش هوطي خالص، انا هنا مش هسوي الرز. التركة المهمة بعد البن المحوج ان انتي هتعلي النار وتقلبيه وانتي الرز مع التسبيكة وانتي معلية النار. تمام. هتلاقيه الرز شرب ودخل جواه التسبيكة وبقى عندك باللون ده احمر وشبفوش بقى، ما بيبقبقش ميه كده. ما تحطيش الرز على الناشف والتسبيكه ويبقبق لك ميه، لا الرز يعني هيشرب نوعا ما التسبيكه، بس مش هيستوي. انا حطيته والنار عاليه وشلته والنار عاليه. تمام. طيب التركه الثالثه، هما 3 تركات
نخليهم 4 بتاعت السوا دي على جنب. التركة التالتة، العناقيد بتاعت المحشي ورق العنب مش هترميها. دي العناقيد دي انا بعملها ساعة ما بحشي بنفس الطريقة دي، وبروح حطاها في اخر الحلة. ليه يا ست الكل؟ عشان بتديكي مزازة خطيرة، بتديكي طعم ومزازة. المحشي ورق العنب تحفة. طبعا احنا حطيت برضو معلقة خل في التسبيك تديله مزازة حلوة قوي. حطيتي على الوش ليمون كده بعد ما عملتيه. اسقي بقى الشوربة بتاعتك، شوربة لحمة، شوربة فراخ، ما عندكيش مرق الدجاج، ما عندكيش مية وملح وفلفل، اسقيه. تمام. هتسقيه ازاي وحشي ورق العنب؟ يا دوبك يطلع لك ما بين المحشي الميه، تبص تلاقيها بكبكت كده. حطي بقى في اخر خلاص استوى، حطي حته الزبده على الوش. دي التركه الرابعه. تمام كده. يبقى كده معانا 4 تركات في المحشي ورق العنب. حطيتيه شرب حته الزبده اللي حطيتيها، اقلبي بقى وكلي احلى محشي ورق عنب. بصي انا هقلبه قدامك واتحداكي تلاقي نقطه شوربه نزلت في الصينيه. البكبكه والكلام ده مفيش مشكله، العروق هتلزق في قعر الحله، مفيش مشاكل، هتحميلي المحشي. كم واحدة كده ملسوعين بيبقى طعمهم خطير، من عشاق المحشي الملسوع أصلا. مفيش العروق خلاص، اللي حطيتها هي اتشالت، نشفت المية بتاعتها واستوى سوى خرافي. الرز مبدور، وهفتح لكم واحدة دلوقتي طعمه حكاية. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا ست الكل، بقدم محتوى سهل وبسيط، اتمنى تشجعيني. لايك، متابعة، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. اعملي الواجب يا ست الكل. انما بقى لو فيديوهاتي ما وصل مش بتعجبك، فما تعمليش اي حاجة. شايفة بقى المحشي خطير ازاي؟ افتح لك واحدة، استني. انا طبعا بحبها عشان انا الملسوع ده بيبقى طعمه خطير. بصي الرز فيها مبدور وخطير ازاي، السوى المعقول مش معجن. في النهاية اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم.